السلام عليكم، فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم روتين مسائي. صراحه ما عنديش واحد الروتين محدد، كل نهار كيفاش كيدوز عندي على حساب لي طاج وعلى حساب الوقت اللي كيكون عندي. اليوم كنت غادي نصايب واحد الكليسه هكا في الكوتي اللي غادي نجمعوا عليها وكنت نشاركها معكم خصوصا، وغادي نقاد فيها واحد طاكوس اللي كيجي لذيذ بزاف بواحد العطريه اللي كتجي معلكه، وبغيت نشاركه معكم. غادي ينفعكم ان شاء الله. غادي نخليكم مع الفيديو، كنتمنى لكم فرجه ممتعه. ما تنسونيش من اللايكات الى عجبكم. كما لاحظتوا خليت لكم المقادير اولا العطريه اللي تبلت بها الصدر ديال لادانت مكتوبه في الفيديو، غادي نخليها لكم حتى في صندوق الوصف. اما هنا كنصايب ساندويتش. هنا خديت الخبز ديال الطاكوس اللي غادي ندير معاه لاصوص اي نوع كيعجبكم. درت معاه الشاركوتري، وهنا عندي فرomاج غودا اللي كيكون منسم بالكمون حتى هو كيجي لذيذ بزاف، يمكن لكم تعوضوه بفرomاج ساندويتش. وهنا غادي ندير قطعه ديال الصدر ديال لادانت اللي طيبته في شويه ديال الزبده منسمه بالزعفران الحر وخليته حتى طاب. المره الاولى كنغطيه على المقله، كنخليه يطيب مزيان، كيطلق شويه ديال الماء. من بعد ملي كنحس به طاب كنحيد الغطاء وكنخلي داك الماء يتبخر، وكتبقى ليا غير هاد التعليكه هذه اللي كنطيب فيها دابا. هذه هي هذيك لاصوص اللي درنا في الاول ديال الصلصه الحاره، الحامض وياغورت مسوس مع العطريه. ملي كتبخر الماء وكتبقى غير هي كتجي لذيذه وكتجي معلكه،
كنضيفها مع ساندويتش وكندير فوق منها مباشرة فرomاج غابي اما موتزاريلا ولا الفرماج الاحمر. صافي هذا هو الساندويتش ديالنا. كما لاحظتوا ما درتش فيه الخضر، درتو غير على هذا الشكل هذا، جا لذيذ بزاف وساهل، ما كياخذيناش بزاف ديال الوقت، خصوصا الا درتو التسبيله ديال لا داند اولا الصدر ديال الدجاج بليله قبل. وهذه هي المائده اللي حضرت في هذه العشيه. حاولت ندير واحد الوصفات اللي بساط ما غياخذوش ليا بزاف ديال الوقت وما نعياش في نفس الوقت، باش يلاه نكمل نهاري بلا ما نعيا ونكمل الشغل اللي كانوا عندي اولا لي طاش اللي كانوا عندي في هذا النهار هذا. بالنسبه للمائده هنا حطيت شويه ديال الفاكهه اللي كانت ديجا متوفره عندي، عصير ديال الليمون بالفريز هو، وهنا طاكوس اللي صدقوني جا لذيذ بزاف. واحد التعليكه كنتمنى بانكم تجربوها، غادي تولي عندكم ان شاء الله معتمده، جربوها. وهنا الكيك اللي ديجا مشاركه معكم بزاف ديال الخطرات، غادي نخلي لكم في صندوق الوصف، تلقاو فيه الجنواز وتلقاو فيه الكريمه. اما التزيين فكيبقى على حسب الرغبه ديالكم. كما لاحظتوا انا هنايا زينته بالفواكه اللي كانوا ديجا عندي، قلت علاش لا ما نزينوش بهذا الشكل هذا، وجا لذيذ بزاف مع هذا الخليط المتنوع ديال الفواكه. والصابلي اللي ديجا حتى هو كان عندي، كنصايب واحد الكميه اللي كنوضعها في المجمد الا جاو عندي الضياف اولا هكا شي جلسه مع بعضياتنا مع كاس اتاي اولا كويز القهوه. صراحه كينفع بزاف، خصوصا دابا النهار كيطوال، غادي ينفعنا هكا قبل الكوتي اولا من مورا الكوتي. وصافي كانت هذه الطويله اللي تجمعنا عليها مع كاس ديال اتاي ضروري. صراحه هاد الطبيله اللي كنجمعوا عليها صراحه كدوز زوينه، كنستمتعوا بالوقت، حيت ماشي ديما كنتلاقاو في الدار مع بعضياتنا، كيكونوا الاوقات مختلفين. يعني ملي كنجمعوا كيعجبني ندير شي جلسه هكا اللي زوينه بسيطه، مهم على قد الحال على قد الجيب ديال كل واحد. المهم هو تجمعوا مع بعضياتكم، تهضروا تضحكوا تنشطوا. هاد الوقيتات اللي كندوزو مع العائله راه لا تعوضوا بثمن. من بعد ما كملت الكوتي صافي رجعت للكوزينه اللي ما عندهاش هروب ضروري الكوزينه هي اخر حاجه كنديروها في نهارنا. غسلت الماعن، رجعت كل حاجه لبلاصه. هنا غسلت حتى هاد الاله ديال البانيني وشعلت الشميعه ديالي، صراحه كتعجبني. هنا درت زيت الاساس ديال الياسمين وخليتها تطلق ريحه زوينه في المطبخ، وفي نفس الوقت تمتص ليا الروائح اللي بقات ديال الطياب في النهار. واكيد من مورا واحد النهار اللي كيكون طويل وكيكون عامر ما تنسايش تهلاي في راسك، تهلاي في البشره ديالك على حساب الروتين، على حساب البشره ديالك، كل وحده وكيفاش كتبغي تهتم براسها، يا اما بدي برودوي اللي كيكونوا ناتوريل اولا بدي برودوي اللي كيتباعوا. هنا خديت ايفاكلار كما شفتوني في الفيديو وقيلا الاخراني، كنت يلا خديته مؤخرا، والصراحه من حد الان النتيجه ديالو مرضيه، عاجبني. هذا كيحيد اولا كينقص من ليطاش وكيحيد دوك الحبيبات الرقاق. هنايا وليت مؤخرا كنستعمل ما ورد العينيه، صراحه لقيت عليه واحد الراحه. كندير شويه في القطن وكنحطهم على عينيه اولا كنمسح بهم غير عينيه الا كانت هكا زربانه. زوين بزاف، مع الوقت راه كيحيد السواد اللي كيكونوا تحت العينين، الانتفاخ، وكيقلل من التجاعيد. واللي عجبني فيه اكثر هو ملي كنحطو على عينيه، خصوصا الا كان عندي الوقت وحطيت القطن وتكيت به، واحد الاحساس كتحسوا به زوين، كتحسوا بالراحه في عينيكم. وهنا اكيد الترطيب ديال يديا، هنا صافي هذا ما بقاش فيه عصرته. صراحه هذا كناخذه من ايفغوشي، زوين بزاف، كيرطب وفي نفس الوقت كيعطي واحد الرويحه زوينه لليدين. بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم الياسمين والورد، ملي كيكونوا لي بروموسيون في ايفغوشي كنمشي ناخذ واحد الكميه ديال لي برودوي اللي عارفاهم غينفعوني. واهم حاجه غادي نساليو بها النهار ديالنا هي قراءه سوره الملك. ديروا بعض الاذكار وما نساوش اذكار النوم، هكا غادي نكونوا سالينا نهارنا بشكل اللي صحيح 100%، باش يلا نستعدوا للنهار الثاني اللي غادي يكون كله طاقه ان شاء الله وحماس، حيت سالينا النهار اللي قبل منه بشكل اللي صحيح. الله غادي يبارك لنا في النهار الثاني. كنتمنى بانكم تدوموا على قراءه سوره الملك والاذكار ديال المساء واذكار ديال النوم، واحد الاحساس وراحه الصراحه ما كاينش بحالهم، اللي غادي تقدري تسالي بها نهارك. بهكا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديال اليوم. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم واستفدتوا منه. غادي نخليكم في امان الله الى الفيديو الماجي ان شاء الله، وشكرا لكم بزاف.